شوف رواياتك تياترو مصر. والله عيب على دمكم اللي انتوا بتعملوه ده. انا جيت اهو قدمت في مدرسه الارهاب. عارفين انا جيت قدمت هنا ليه؟ عشان بيقول لك هنا بيوفروا فرص عمل بعد التخرج. هو احنا هنتخرج؟ ما احنا بعد ما ننفجر هنتخرج من الدنيا يا مامي. يا جماعه احنا جايين هنا مكان اكاديمي علشان نتعلم الارهاب قدام وقر الارهاب النموذجي. انا مش عارف ايه اللي خلاني اتواك واجي معاكم اكاديميه الارهاب. كان نفسي اروح اكاديميه امينه شلبايه اتعلم التجميل والموضه. يا وكسة امك فيك يالا. بقول لكم ايه، احنا مش هنبقى ارهابيين بجد يا جماعه، احنا بس هنقول لهم ان احنا فدائيين مؤمنين بالقضيه الشويتين دول، واول ما يكلفونا باي عمليه هناخد القرشين ونخلع. وبخصوص موضوع الهروب ده انا عندي فكره جديده ما اتعملتش قبل كده. ايه؟ احنا نحلق دقوننا دي نعملها دوجلاس ونطلع على مطروح. دي جديده ها؟ محدش عملها. طب بقول لك ايه، سيبك بقى من موضوع الهروب ده، اهم حاجه اللي اتفقنا عليه امبارح يا جماعه، غيرنا اسامينا زي ما اتفقنا. كل واحد كده عامل له شخصيه وطريقه بيتكلم بيها، تحكي عن تاريخك في الارهاب، عمليات جامده عملتها. انا عايز الامير يحبنا ويحترمنا. بخصوص موضوع الاسامي ده بالذات اطمن. بس بقول لك ايه، ما تعملش زي الواد المايع ده. ليه عمل ايه؟ امبارح هقول له اسم توتو ده هيودينا في داهيه، شوف لك اسم كده راجل ناشف يخوف. اساله الصبح يقول لي هبقى توتو الشرير. يوبا لو انتوا مخنوقين مني والله العظيم اكل شيبسي بالشطه موت نفسي دلوقتي. يا ريت. احنا هنقتلك بعدين ما تقلقش، اصبر على رزقك. يا جماعه لازم دلوقتي تحسوا ان انتوا ارهابيين، كل واحد مننا هيبقى ارهابي. ارهابي 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 ارهابي. ابدي الخليه الارهابيه دمائي اموت اعيش. اموت اعيش واشرب حشيش. اموت اعيش واشرب حشيش وكفايه اشوف قنبله بتنفجر قدامي قنبله بتنفجر قدامي. ارهابي 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 ارهابي. يلا نسوا اقعدوا هناك كده يا ابو معروف عامل ايه؟ احنا جينا في الميعاد اهو. طب كويس ان انتوا جيتوا، اقعدوا بقى على جنب كده. استنى نشوف التليفون مين معاه على التليفون. استنى. الو انت مين؟ انت بن لادن؟ انتوا ارهابيين بقى وقاعدين مع بعض وبتروشوا عليا على الصبح؟ انت مش مت؟ انت اسمك على اسمه. طيب ايه جبتوا الفلوس والتمويل جاي؟ والله العظيم. طب قولوا وحياة صفيناس كده. اطلب منكم طلب، لما تخلوني افجر نفسي خلوني افجر نفسي في صفيناس عشان حاجتين، الاولى ان انا نفسي اشوفها، الثانيه ان انا لو فجرتها اخش الجنه حتى. عشان دي مدمره الجيل كله، دي مدمراني انا شخصيا، مش عارف اقف بسببها والله. طب تمام، ومين اللي هيجيب الفلوس؟ تمام. طب وكلمة السر ايه؟ سر مش عايزين تقولوا لي؟ طب انا هفهم منين يعني؟ اللي هيجي ده افهمه ازاي؟ طب تمام ماشي. يلا ربنا ينتقم منكم. يلا سلام باي باي. طب الحمد لله. يا ريت كل حاجه. مين اللي بيرزع على الباب كده؟ يا عم احنا ضيوفك، شوف انت. يا شوف انا انت مين اللي بيرزع كده افتح يا شيخ. ولا رزعت كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ده ايه التلاجة اللي دخلت علينا دي؟ بس في كنز جوه، في كنزات. كنزات ايه؟ انت ايه يابا، انت مين؟ انا المدعو ابو عيشه. ايه ده؟ انت الشاب خالد؟ يا ابو عيشه، لو عيشه عيشه ايه كنت مو عيشه دون بابا هيري بس يا والمصحف منع. يا عم سيبنا اتبسط شويه يا عم، هو كله هم كده. براحتك. طب انت مين ابو عيشه مين؟ ابو عيشه ورحاب ورباب شويه اطفال كده. هو انت اطفال؟ انت متجوز؟ لا. امال انت ابو عيشه ازاي؟ احنا عندنا في الجماعه لازم كل واحد يسمي نفسه ابو حاجه. في اللي بيختار ابو عيشه، في اللي بيختار ابو الفتوح، في اللي بيختار ابو اسماعيل. انت تحب تبقى ابو ايه؟ انا ابو معروف. ابو معروف مين؟ انا ما اعرفكش. بس ما تعرفنيش؟ لا. انت بس خش على جوجل واكتب محمد صلاح، شوف هيطلع لك مين. مش انا معروف. انت تعرف حماده زقله؟ حماده زقله مين؟ تعرف عبده والبقره؟ بقره انت بتروح التعاون؟ تعاون ايه؟ يبقى انت ما تعرفش. اقعد يا عم استنى يابا، انت كلمه السر ايه؟ انا ارهابي انا. يا دي السعد يا دي الهنا. تمام. لو سالتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي وابن ارهابي والارهاب الله عليه. الله عليك يا شيخ. اهلا وسهلا. طب اتفضل اقعد، الامير هيجي. دي الفلوس؟ كله تمام. الامير دلوقتي عشان اتعرف عليكم بقى، عشان انا ما اعرفكمش. معاك المجاهد سحلب ابو فتله. ايه ده؟ انت تعرف المجاهد سكر بره؟ ده احنا متقلبين سوا يا جدع. انت بتسلم لي عليه بقى. اخوك وحبيبك المجاهد ابو العربي. السلام عليكم. عليكم. المجاهد ابو شمسه. المجاهد ابو زعبه. منورنا والله العظيم. بعدين في التليفون ده انا خلاص كده. الو. هتودينا في داهيه يا ابو معروف. بس يا عم اقعد بس بالثلاجه اللي انت جايبنا لنا فيها دي. الو. اسمعني كويس يا ابو معروف. ايوه. انت عرفت اسمي منين؟ ما انت فاتح لي سبيكر يا غبي. طب انت سمعت المطالب؟ انا سمعت المطالب. مطالبكم ديت انا مش هنفذ منها حاجه ابدا ابدا ابدا. ليه؟ انتوا اخركم معايا وجبات من ماكدونالدز. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا احبه. طب انا مش بحبه. ما بحبوش انا ماكدونالدز ده خالص. له عافيه يعني. يا اخوانا، الوزير مش عايز ينفذ لنا مطالب وبيقول لنا اخبطوا دماغكم ببعضيكم. اثبت على موقفك يا ابو معروف. احنا لو مشينا ورا الحكومه هترسى على فول وطعميه. في اوروبا والدول المتقدمه بيقولوا الحكومه كده عيب. استر علينا يا رب. ان الاراده الحقيقيه هي اراده الناس، اراده الشعب. انا عايزكم تعبروا عن ارادتكم بنفسكم. الشبابيك مفتوحه والحكومه كلها تحت. الارهاب لا نخلي عيشتكم باب. 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 الارهاب لا نخلي. ايه؟ السلام عليكم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الناس جم؟ الناس يا هم دول اللي هيفجروا نفسهم؟ هم دول. هيسمعوا الكلام من غير مناقشه؟ دول فرقات. فجروا في اي حته يروحوا يفجروا؟ يلا في داهيه. ضامنهم الناس دي؟ في رقبتي يا امير. والله قلقان من رقبتك. لا، الراجل ده الامير ابو امير اللي هو انا فاهمهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أنا عايز دول ضامنهم دول عشان بيحبوك بيعملوا نفس حركاتك. فيهم حد فجر نفسه قبل كده؟ طبعا يا امير، الشاب ده فجر نفسه مرتين. ده فجر نفسه؟ فعلا شبه الفارغ فعلا. طب وانتوا جايين كان في حد مراقبكم؟ ايه ده؟ عرف ازاي؟ امير وافكاره اميره. انت ذكي جدا. والله انا حبيته من اول ما شفته. عربيتين امن مركزي ورانا لحد ما جينا هنا والله. ما طبعا لابسين لبس فرنجه لكن سايبين دقونكم يا اغبياء. عندك حق.
دي كانت بتشوتني موت. هي اصلا بقى ثانيه، وايه الارهاب اللي هناك ده؟ هيشبهنا الارهابي ده؟ لا 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 لا، ايه ده منهم؟ ده في رقبتي ده. ماشي. دي المتفجرات الكتير اللي انت لابسها، انت جاي تفرتكنا ولا ايه؟ يا ابني ما الحزام الناسف قبل ما اديه لحد ينسف بيه نفسه لازم اجربه، لو ما اتنسفش ما ادوش لحد، لو اتنسف اديه لحد، ما هو لازم اجرب يا ابني. عزيمه يا مصر. امال ايه؟ 100. امال ايه، عايز حاجه تاني؟ والقفل ده بقى انت مقفله ليه؟ ما القفل ده بقى اهم حاجه، القفل ده يا اولاد عشان تجبروا نفسكم ان انتوا تفجروا نفسكم، زي اسمه ايه؟ عمر المختار. عمر المختار كان الجيش اللي معاه بيربطوا نفسهم بسلاسل مربوطه في الارض، ليه؟ عشان لما العدو يدخل يقتلهم على طول، ما يقاوموش، يجبروا نفسهم ان هم يقعدوا. عشان كده الحاجات دي كلها. وبعدين ايه القفل ده لعلمك ليه مفتاح؟ امال ايه القفل ليه مفتاح؟ يا سبحان الله. انت جاي الدنيا جديد ولا ايه؟ اول مره تعرف ان القفل بيبقى له مفتاح؟ ده عجب، انا بشوف عجب هنا. لا القفل ليه مفتاح. يا امال ايه؟ طيب اهو ده المفتاح بتاعه، بحيث بقى بعد ما انت بتعمل كده تقفل القفل ترمي المفتاح على طول. يلا مش مهم. وتقوم مفجر نفسك بقى على طول. معلش بس يا امير، ايه الزرار اللي انا دوست عليه ده؟ انت دوست عليه؟ ايه ده اللي بيفجر. المفتاح بسرعه، المفتاح بسرعه. تعالى ابو معروف، تعالى ما جراش حاجه، معاه مفتاح تاني، خد اهو، خد المفتاح ده، روح عند الراجل خليه يطلع لنا نسختين بتاع المفاتيح، بس ما تخلوش بقى يضحك عليك يقول لك خد الميداليه دي ويبيعها لك وبتاع. ايوه خلاص. طيب بسرعه. ولا اقول لك هو الراجل عارف شكله. ايه ده؟ انت هتفجرنا بالطريقه دي؟ نعم هتفجرنا. انا افجركم بالطريقه دي. استنى في واحد. عمو هو انت كنت موصل المفجر نفسه؟ لا ما كنتش موصله. غريبه، ما فاتوره الكهرباء بتيجي غاليه ليه؟ يبقى كده مش هينفجر المفجر مش هينفجر. الواد ده صح برغم ان هو مش صح لكن شكله صح. ابو زعبل سجن القناطر اخرك يا ابني. ابو زعبل ايه؟ حد يفك معاه البتاع ده. تعالى يا ابو. انت قلت ايه؟ فاتوره الكهرباء ايه؟ ماشي. بالراحه. ثانية واحدة لأن احنا لسه ما انتهيناش. لسه الديناميت ده لازم الأول نفضي كل اللي فيه. صح. عشان الديناميت ده لو ما فضيناش اللي فيه ممكن ينفجر. ما تخافوش، كل واحد ياخد ساتر. ايه ده؟ هات أي حاجة اقعد عليها بسرعة. هي برضو ماشي. يا ريتني كنت معاهم. ما يا ابني ما هم هنا، روح اقف معاهم، ايه المشكله يعني؟ الحمد لله حولنا الديناميت كله لعسليه. اضرب يلا، اضرب يلا. وحوش. ارهاب في البحر، ارهاب في الجو، عسليه. ايوه يا الحمد لله. لا بص يعني عم العميد، احنا سمعنا ان انت جمعنا عشان عمليه. جماعكم عشان عمليه ارهابيه ضخمه، كل واحد فيكم هيلبس مفجر وهيروح يفجر نفسه في المكان اللي انا هقول له عليه، عشان عندنا اهداف نبيله، بس نبيله نفسها مش عارفه، ولازم يكون كل واحد شايف نفسه انه يقدر على المهمه دي. خلاص؟ العمليه دي بقى ضرب خرطوش؟ تمام كده.
نعم. العمليه دي ضرب خرطوش؟ لا ضرب خرطوش ده شغل بتاع زمان. يبقى قتل متظاهرين واطفال وكده. لا ده شغل بتاع ناس ما عندهاش ضمير. شويه زيت زيتون على منزل الدعير الزحاليق كله. ده شغل الشيف شربيني. زيت زيتون ايه؟ احنا بنتكلم في متفجرات، ناس هيفجروا في نفسهم وفي كل الناس اللي ما لهمش ذنب اللي حواليهم. امال ايه غلبتنا يا كابتن؟ كابتن؟ الامير ابو امير يتقال له يا كابتن؟ ايه العيال دي؟ العيال دي والله كويسين، دي في رقبتي انا عارف. انا قلقان من رقبتك ده يا ابو معروف، مش هينفعوني. بيقول لي يا كابتن. والله العظيم انا اصلا نسيت اقول له، ما كانش عندي وقت اقول له انت مين. ما عرفتهوش انا مين؟ ما نسيت، ما فيش وقت. كان عندك ايه؟ كنت باخد كورسات. كورسات ايه؟ كورسات ارهاب. بره عني هنا. ما انت منفض لي يا امير. ما انت مش فاهم يا ابني. طب ما ما انت مش فاهم، انت غبي، انت غبي. يعني بنحاول نفهم اهو. حاضر ماشي. عموما انا هشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط، بس الاول لازم نتعرف على كل واحد وايه اللي عمله قبل كده. جرى يا ابو البنات، انت جايبنا عشان نتهزق ولا ايه؟ انت جاي تجل مننا ولا ايه؟ يلا بينا يا رجاله. قبه. اقف يالا انت وهو يالا. وهتقول وكر الارهاب سيخرج ولا ايه؟ كل واحد يعرفني بنفسه واللي عمله قبل كده من سكات. ازاي يعني اعرفك بنفسه وازاي من سكات يا امير؟ انت صح، انت صح. مين ده؟ ده ابو عيشه اللي جاب الفلوس. ده اللي جاب التمويل؟ هو اللي بيمول الارهاب. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الامير. الامير. كلمه السر. انا ارهابي، ارهابي انا يا دي السعد يا دي الهنا. لو سالتك انت ارهابي تقول لي ايه؟ اقول لك ارهابي ابن ارهابي، وكل ارهابي الله عليه. انت الامير. طبعا. الفلوس موجوده يا امير. فلوس موجوده. كله تمام. واخبار بلدكم الصغيره اللي مدوخه العالم كله ايه؟ كويسه الحمد لله. كويس. يا سلام، انتوا اللي بتمولونا ده. احنا بص ابعتوا واحنا نقطع على طول. ماشي يا امير. ماشي. ها انا جاهز احكي على تاريخي يا كبير. اتفضل قول لي. انا بقى بعد اذنك عملت كل حاجه ترضي ربنا، حرقت كل نوادي الفيديو اللي في البلد وما سكتش الا لما نزلت قدامي اطلال. اشمعنى اطلال؟ عشان الاطلال احباب الله. والله ارهابي لذيذ. يا ابو ربيع. ابو ربيع. ابو ربيع ايه ازاي؟ ابو معروف. ابو معروف. ايه بيقول لك الاطلال احباب الله، هتوصل لكده يعني؟ لا عايش، اصل دول ارهابيين في عمرهم صغير. فيقولوا اللي هم عايزينه يعني؟ كده كده هيموتوا بعد شويه، فسيبهم يدفوا لهم حبه في الحياه يعني. ماشي. يلا. اتفضل. معلش يا امير معلش، اصل ابو العربي دماغه لا مؤاخذه مريحاه حبتين. وانت دماغك سليمه بقى. انا دماغي سليمه وتاريخ وبطولاتي يشهدوا علي ان شاء الله. اتفضل قول لي تاريخ. انا بفضل الله تعالى فجرت نفسي 3 مرات. حلو ده. فجرت نفسك 3 مرات؟ نعم، مره في افغانستان ومره في العراق ومره في امريكا، والثلاثه في نفس الوقت. لا ثانية واحدة، عديت لك انك فجرت نفسك 3 مرات، الثلاثة في نفس الوقت ازاي؟ اقول لك انا الاول رحت افغانستان لبست الحزام، رحت على العراق حطيت صوابع الديناميت، رحت على امريكا جبت ريموت الكنترول، جيت هنا مصر برنس ماسك ريموت الكنترول قدام التلفزيون، وقاعد اقلب التلفزيون، الحياه والحياه الزرقاء والحياه الحمراء، كل القنوات والله. برنس. ده ايه ده؟ ده زي ايه ده؟ ده عبقري ما شاء الله. عبقري ايه؟ ده وهمنا دلوقتي. ده مجنون. ده العقل اللي فيهم؟ ده في رقبتي. اتفضل. اتفضل. انا مش هتكلم عن نفسي كتير، كفايه بس اني اقول لك ان قعدت 17 سنه في السجون والمعتقلات. 17 سنة الظلمة. الظلمة، انت استحمل يا ابني اسبوعين. قعدت ليه 17 سنة؟ ما انا مش عارف بقى، انا لو اعرف السبب والله العظيم هرتاح، بس ما عرفتش. 17 سنة حبسوه ظلم 17 سنة وما تعرفش السبب كمان. هو كان في سبب بس انا ما فهمتوش. ليه؟ ما بعرفش اتكلم الماني، ما بفهمش الالماني. انت كنت محبوس في المانيا؟ كنت مش باين عليا. وانت ايه اللي وداك المانيا؟ انا كنت رايح اتعلم الماني. واتعلمت الماني؟ لا ما اتعلمتش بقى، ما انا قعدت 17 سنه مسجون، اتعلم فين بقى وامتى وازاي؟ اتعلم فين ايه؟ كل اللي حواليك الماني يا ابني، ما اتعلمتش منهم ولا كلمه. ايه؟ كل اللي حواليا كانوا بيتكلموا الماني؟ يعني اللغه الغريبه اللي كانوا بيتكلموها دي كانت الماني؟ مالك؟ رجلي الماني. الواد ده مايع بس لذيذ. رجلي الماني. ايه؟ ايه؟ زي العيال ده اصل عمرها صغير والله.
هيموتوا بس يتبسطوا لهم حبه في الحياه. ماشي يلا ماشي. ابني اللي عنده حاجه يقولها. عموما انا كده عرفت ايه يعني انتوا ايه تاريخكم وايه العمليات اللي عملتوها. دلوقتي بقى هيجي دوري ان انا اقول لكم على الخطه اللي انتوا هتعملوها. بس انا لسه ما قلتش على تاريخي. لا ما عادش عايز. لا انا عايز اقول تاريخي يا كوسه حتى في الارهابيين. تاريخك باين عليك يا ابني كفايه. لا هقول تاريخي يا ابني مش محتاج اسمع تاريخك خلاص. على الطلاق بالثلاثه لو قلت تاريخي دلوقتي. اتفضل قول تاريخك. ولد المجاهد سحلب أبو فتلة سنة 1990. أول من استخدم البزازة كمولوتوف كان يتميز بالطائفية والعصبية. كان يقرأ. أنت هتحكي لي من 1990؟ 20 سنة هيعدوا هوا. اصبر بس هقول لك. خش على المفيد. المفيد سنة 1995 أقلعت عن ارتداء البامبرز ومن هنا ابتدت حياتي العنيفة. ومن هنا 5 سنين بتلبس بامبرز. اقعد اقعد. طالما بتتريق علينا قول لنا تاريخك أنت يا عم الأمير. تاريخ أنا؟ ايه انت بتضحك على ايه؟ عظمه يعني. انا بقول تمهيد لحاجه اقولها. ما انا بمهد معاك. طيب هقول انا وانت خش ورايا. ربنا يستر. تاريخي عارفين البرجين اللي اتفجروا في امريكا؟ بعديهم في شارع شمال كده واخد بالك؟ بتخش فيه بتلاقي اخر الشارع واحد بتاع رز بلبن. بس هناك بيسموه رايس اند ميلك. وبيبقى فيه فوق الوش شويه ناتس. ايه الناتس دي؟ والله ما اعرف يعني ايه. بعديه بقى بتلاقي في واحد كان جايب عربيه 4x4 ده كان صاحبي بس ايه مش رشه دواخل. بقول لك يا امير صاحبك وعربيه المساله عواقات. انا ما حكيتلكوش على صاحبي؟ لا. بص الموضوع ده هيطول شرحه. انتوا روحوا فجروا نفسكم وبعدين لما ترجعوا ان شاء الله بقى اقول لكم. لا انا اسمعها دلوقتي. سؤال بس يا امير، هو مش اللي فجر البرجين كان اسامه بن لادن؟ لا هو بن لادن فجر بس ما نفذش. فجر بس ما نفذش. ورجلي الماني بس انا عمري صغير زي الناس دي والله. احنا جايين نفجر مش نقلش يعني. هنموت اصلي بعد شويه فيلا. ماشي. حضرتك عايز حاجه؟ عايزين نسمع الحكايه دلوقتي. لا انا الحكايه هحكيها لكم بعدين عشان هنضيع وقت. مش هنفجر نفسنا لما نسمع الحكايه دلوقتي. يلا بقى. هحكي لكم بعدين نخلص. يلا بقى. هنخلص بعدين يعني. والله خساره فيهم يفجروا نفسهم العيال دي. عموما انا هحكي لكم على كل حاجه بس الاول اقول لكم ازاي تعملوا المتفجرات. هبتدي معاكم الاول بالمولوتوف وبعد كده اخش مع مرحله القنابل اليدويه والقنابل البدائيه وبعد كده اخش على الحزمه الناسفه بقى. ماشي؟ يلا. هشرح لكم دلوقتي كيفيه عمل المولوتوف. المولوتوف الاول بتجيب ازازه بيره بتكون مشبره ولازم تكون مشبره. تجيبوها لي اشربها وبعدين نملاها احنا بقى. هنحط بنزين. انت بتشرب ايه؟ ده المولوتوف يا انا. ده اي حاجه بتشربها. ما مش عارف. امسك نفسك. طب اموت؟ لا مش هتموت. ده اصلا عمرك صغير يعني. دلوقتي ادي ازازه المولوتوف. هنجيب ثانيه واحده معايا اتصال نقول الو. الو سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم سي الامير لو سمح؟ انا الامير. انت مين؟ انا ام ايمن. والله العظيم انا بحبك انا وجوزي والعيال. يولع جوزك والعيال. المهم انت. ده انت اغلى عندي منهم كلهم. ربنا يخليك. عايزه تساليني في ايه يا ام ايمن؟ معلش انا كانت فاتتني الحلقه بتاعت القنبله البدائيه وعايز اعرف هي بتتعمل ازاي. القنبله الابتدائيه اعملها لك انا ما تقلقيش. عايزه تسالي في حاجه تاني؟ كان عندي استفسار. دلوقتي لو عايز اعمل قنبله اكبر عشان افجر ام فاروق جارتي اعمل ايه؟ تفجري ام فاروق جارتك؟ هي ام فاروق دي تخينه؟ دي قنبله بس ولعه وتحتيها ولعه على طول. وانا جاي لك انا يا ام ايمن. مع السلامه يا ام ايمن. مع السلامه. دلوقتي طريقه عمل المولوتوف سهل. ايوه اتفضل. هو ممكن بدل ازازه البيره ممكن نجيب ازازه برفيوم؟ برفيوم ده لو رايح تفجر 6 ستارز يا. المهم بعد ما عرفنا افتح شوف مين. مين اللي بيرزع على الباب ده كده؟ شوف مين. تسالني انا؟ مش انت عارف كل حاجه؟ لا روح الناحيه الثانيه يعني. بص اهو. عديني بقى وروح. عديني وروح. ده ليه؟
ده عشان كده هو مين؟ افتح يا عم، انا الدليفري. ايه ده واحد بيقول انا دريفري. بيقول لك انت دريفري؟ بيقول انا دريفري. يا نهار اسود. ده انا هنبص له وشه. روح شوف. تعالى. اوعى يا عم نزل ايدك. السلام عليكم. نزل ايدك دي اوعى ايدك من اليونيفورم يا عم. احنا خلصنا من دريفري اما توري يونيفورم. انت عارف اصلا يعني ايه يونيفورم؟ اقعد يا انت مين يا ابني ما تنرفزونيش كده يا انت هتكسيني على وشي. انا ما تنرفزنيش عليك يا ابني. في ايه؟ اقعد يا جدعان في ايه يا جدعان؟ انتوا بتدوني كده ليه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تدونيش. انت مين يا؟ هنجيب مضارب بقى ونلعب بقى. مين ده؟ مين ده ابو معروف؟ انت مين؟ ابو شقر. ايه ده؟ ابو شقرة يعني ايه؟ يعني بنته شعرها اصفر. ابو شقرة. بنته دي يا ابني في ايه؟ ما تنرفزنيش عليك. هو انت اللي بتزقني وانا بكلم يا ابني ما تنرفزناش. ما هو اسمه ربنا. ايه بتقول ايه؟ انت عايز تضربني؟ انت كنت بتبرطم بتقول حاجه؟ انت عايز تضربني؟ ما انت كنت هتكفيني على وشي وانا جاي. يرضيك كده؟ يرضيك كده؟ يرضيني. يرضيني. انت جاي عايز ايه؟ ما انتوا عشان زمايل. عشان زمايل. انت جاي عايز ايه؟ جايب لكم كباب. مش انتوا برضه طالبين 9 كيلو كباب؟ لا احنا مش بنحبه. مش بنحبه ايه؟ مش بنحب حد يسمع كلمه كباب ويقول مش بحب. ابو معروف جننت في دماغك ولا ايه؟ فعلا ناس ليها كباب وناس ليها الضرب بالشبشب والقباب. يا ابني ما تنرفزنيش عليه. ما ناس ليها الجزمه بس انا مش عايز اضربك بيها. تعال سيبه دلوقتي. ترن ده حاطط التليفون الارضي في جيبه. عشان صحابه كده. ايه يا جدعان ما تطلع من كده في ايه؟ يا عم ساعة شوف معاك التليفون. الو. الو. مين معايا؟ انا وزير الداخليه. ده انت بقيت صاحبي بقى. تبقى فاضي اكلم مين؟ اكلم ابو معروف بقى نرجو معايا. انت ايه ما انت عندك شغل في الوزاره؟ روح يابا كان عايزين نفجركوا بعد شويه والله. عايز ايه؟ اسمعني كويس يا ابو معروف. ما انا سامعك يا عم. عايز مني ايه؟ الكباب وصل اهو. والسلطات وصلت. ما اكيد جوه. ادفع بقى الحساب. قال لك ايه؟ قال لي ادفع انت بقى الحساب. ده مين؟ ده كمال الشناوي. خلاص ادفع انت بقى. ادفع انت. هو انت بتجيب لي ناس ولا وتطلبني ناس عشان يضربوني؟ يا ابني هموتك يا ابني. معاك دقيقه 010. نعم. دقيقه 010. بص مالكش دعوه بيه ومالكش دعوه بيا واتكل على الله يا ابني. اتكل على الله. انا جبت الكباب في المكان الصح ولا في المكان الغلط؟ في المكان الصح. ليه بتسال؟ عشان انا نحس. انت نحس؟ ده انا كنت مفكر نفسي نحس يا جدعان. بس الحمد لله جبت الكباب في المكان الصح. الحمد لله. ايه ده اول مره اشوف صابع ديناميت ماشي بيتكلم عادي كده. سبحان الله. يعني انت على طول نحس كده كل مكان بتروحه بيطلع غلط؟ يا استاذ. ليه ايه اللي حصل؟ مره كنت رايح عشان اوصل اوردر فبخبط على شقه لقيتها والعياذ بالله شقه مشبوهه. قلت الحمد لله ساعه الحظ ما بتتعوضش. لسه هبص طبت عليا مباحث الاداب. طبعا اتنكرت الشكل ملة سرير. ده انا لذيذ قوي. لا نزلت ملفوف في ملايه. ايه؟ نزلت ملفوف في ملايه. نزلت ملفوف في نص ملايه بقى. شفت نحس اكتر من لا في نحس اكتر من كده. ايه فين النحس اللي اكتر من كده؟ ايه تاني حصل لك؟ رحت في مره عشان اوصل اوردر ببص لقيته راجل مخدرات. راجل مخدرات. الراجل اللي هو بيبيع الحاجات الوحشه دي. المخدرات. وهوب قام طابب علينا بوليس المخدرات. بوليس المخدرات. المهم ده كله غلط. ها انت دخلتك غلط اساسا. انت يا ابني بتبص لي كده ليه يا عم مالكش دعوه بيا. معلش هو ايه يا جدعان؟ هو ايه مفيش احترام للاشقياء خالص ولا ايه؟ يا حول الله. يا جدعان في ايه بس؟ اعمل له ما تعملش انت عنك انت. انا عامل خاطر عشان حضرتك واقف. كويس. لا اعمل حاجه ورينا هتعمل ايه؟ يعني انت كده نحس؟ انا كده نحس. طيب انت عارف الناس اللي قاعدين دول قاعدين على ايه؟ قاعدين على ايه؟ تبقى عارف بس. لا اللي قاعدين عليه دي ماده متفجره. امال ايه؟ يعني ايه؟ يعني المكان ده بقى انحس حاجه انت رحتها في حياتك. اقعد. خلاص انا اسف ما تقولش تاني. اقعد. حاسب انت قعدت على الحزام الناسف. ايه؟ حزام ناسف. ناسف ولا طري؟
طب تعالوا لي بقى. يلا يا يا جدعان في ايه؟ استنوا رابعه استنوا رابعه ويطلع يا جدعان انتوا بقى بس بقى وانت شبه الكوفي بالليمون كده. ناسف ولا طاري؟ سمعت قال لي ايه؟ ده هيجننا. وانت قلت بن لادن فجر بس ما فجرش. لا ده انا بجد بتكلم عشان تلاقي واد عمره صغير معانا. ايوه ما دام يعني كده. وديتوه فين؟ في البحيره اللي يمت الشلال. في بحيره عندنا يمة الشلال؟ ما تقلقش يا امير احنا تويناه. ماشي. طيب ثانية واحدة بس، ثانية واحدة عشان في حاجة معانا، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ يا أمير يا أمير. ايه ده؟ مزة؟ احترم نفسك انت هو، مزة ايه؟ دي الجماعة. طب ما هي الجماعه اليومين دول بقت منحله. حتى الواد ده لذيذ. يا نهار اسود. احترم نفسك، الجماعة دي مراتي، وشك في الحيط انت وهو. اتفضلي يا حاجة. يا أمير الحقني يا أمير، الحقني يا أمير، وانا بستحمى دلوقتي طلعت لي حاجه كده من البانيو زي ما تقول راجل ولا ايه، لابس تيشيرت اصفر وعمال يقرب عليا قوي، اقول له لا مش عليا، ده انا واحده نيه. فقام بص لي كده قلت له لا مش هينفع بقى، رحت واخداه ورميته في عين الحلوان وشديت عليه التليفون. رميتيه فين؟ في عين الحمام. لا انت ما قلتيش كده. لا قلت الحمام. لا والله ما قلت كده. متوتره يا امير. عين الحلوان، عين الحلوان، رميته في عين الحلوان. اصلا عين الحلوان دي. عين الحلوان، ما هي عين الحلوان دايما كده. ايه عين الكنيف يعني. وشديت السيفون. يلا خلصنا منه، بس كنا نحاسبه الاول برضو يا اخي. يلا. ايه ده يا امير؟ رجاله؟ لا. يعني فيهم حد شبه رجاله. رجاله ماشي. اعرفكم دي جهاد. جهاد؟ لا 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 لا، انه جهاد؟ انتوا فاكرين جهاد ايه؟ لا مش دي جهاد المدام. طب نبص عليها بصه بس. والله انتوا يعني بصوا، انتوا تتحملوا نتيجه بصيكوا، انا هخليكم تتوبوا دلوقتي. بص لهم يا حاجه. دي مش جهاد، دي عايزه اجتهاد. دي ارفع حاجه فيها صوتها. جرية انت وهو، والله انا شايفها حلوه وكيوت يا واد يا سمباتيك يا محشي بالفريك. وانا واقف قلبي يا عم الارهابي، عبيط ولا ايه؟ خلاص يا امير عرفنا بالرجاله. كل واحد يعرف نفسه. يلا. ابو سمسم، ابو زعبل، ابو فتله، ابو العربي، ام المصريين. جاهزه انت دلوقتي يا حاجه؟ جبت كل حاجه. طب يلا بينا. يلا والكاميرا موجوده. دلوقتي قبل ما تفجروا نفسكم لازم نوصل رساله للعالم كله من خلال صور فوتوغرافيا هتتصوروها دلوقتي من خلال خلفيه منظر، بحيث الناس ما يعرفوش انتوا بتتصوروا فين. الصوره دي هترعب العالم كله، تخلي العالم كله يخافوا مننا، يخافوا ان احنا نفجر فيهم زي ما انتوا هتفجروا نفسكم. هات لي المنظر ابو معروف. خد معاك حد روح انت ابو منظر. تعال معايا. طب بقول لك ايه يا امير لو سمحت. ايوه والله كنا عايزين نفجر متحف الفن الحديث. متحف الفن الحديث؟ ليه؟ رحت امبارح اتفرج على كام لوحه هناك، ببص على لوحه منهم اتسرعت، المنظر القذر ده، فناديت على واد من الواقفين قلت له خد يا واد، هو ده الفن الحديث اللي بتقولوا عليه؟ قام بص لي كده قال لي يا حاجه دي مرايه. عشان تعرف انا مستحمل ايه، عشان تعرفي ليه شايف كل المرايات هنا من الوقت. ماشي يا امير. ماشي. فين يا ابن المنظر؟ اهو. ماسنجر الارهاب. هو ده. ارجع ورا خطوه. يلا يا جماعه كله قدام المنظر. يلا جهزوا الصوره يا حاجه. يا امير نعم. قبل الصوره ممكن يلبسوا الدقون عشان الصوره تطلع حلوه. يا سلام، خبره. هات الدقون. فعلا شكل او انت صح. اتفضلوا البسوا الدقون. انا 43 البني دي. ايوه. انت 43 بني؟ انت 43 بني؟ انت 43 بني؟ انت 43 بني؟ رد يا جزمه. اتفضل يا حاج. يلا يا شباب قولوا تشيز. يعني ايه تشيز؟ قولوا جبنه. يا سلام. انتوا طالعين رحله ولا ايه؟ يا حاجه جبنه ايه؟ انا عايز صوره فيها رعب، عايزكم ترعبوا الناس. يا امير صوره فيها رعب نديهم المسدسات والبنادق. انت صح. ايه ده؟
ارهابي ده ولا مساعد مخرج؟ انا مش عارف. يلا يا شباب، انا ال 45 السوداء دي. ايوه 45 سودا؟ والله يا 45 سودا والله ما افتح بوقي تاني. يلا 45 سودا والله بجتهد. يعني قول 45 سودا؟ ايوه ماشي يا بنص. يلا يا حاجة. عايزه شر يا امير؟ شر، صورة فيها شر. يلا يا شباب. ها ده مثيل الكدر ايه؟ ده مثيل الكدر. ده مثيل الكدر ايه؟ ده مثيل. ثانية واحدة ثانية واحدة يا حاج. تعالى يا ابو معروف. خليك بس كده. اتفضلي يا حاجة قولي. يلا. ده مثيل الكدر ايه؟ ده مثيل الكدر. ايه اللي لافت نظرك ورا يعني؟ يعني انت شايف ايه احنا مش شايفينه يعني؟ ايه؟ قولي تاني. ده مثيل الكدر ايه؟ ده مثيل. ها؟ تاني؟ طب ما خلاص بقى كده انا اصور بقى واظبط الحاجات دي فوتوشوب بقى. عايزين صورة كمان. صورة ثانية؟ يلا حلو قوي كده، كده حلو. والاستلام امتى بقى يا حاجه؟ بكره ومعاك صباطين موز. الاستلام امتى يا حاج؟ بكره ومعاك 3 صباطات موز. ايوه يعني الاستلام امتى؟ بكره وتعالى كل الموز. هي كان قصدها تقول انك قرد يعني، بس هي مش عارفه تقول كويس، معلش. شوف عشان امير متجوز واحده مفخخه. والله. ها خلاص خدنا الصور. شيل الدهون شيل الدهون. يلا اجهزوا عشان في دلوقتي قناه هتيجي تصور معاكم. القناه اللي هتيجي تصور دي عايز كل واحد يقول هدفه ايه من التصوير. كل واحد يقول ايه الرساله اللي هيوصلها للعالم كله من اللي بيصدروا للناس. قناه ايه دي يا امير؟ يا رب تكون قناه التت. انا عارف انك نفسك ترقص. لا مش هي التت. قناه هتصدر الارهابيين، يبقى قناه الجزيره. افتح. مين؟ هو انا الباب؟ مين اللي بيرزع على الباب كده؟ اكيد قناه الجزيره. افتح. طيب. مين؟ افتح. احنا قناه الجزيره. ايه ده؟ قناه الجزيره. انت متفاجئ على طول كده؟ ايوه ما احنا مستنيينهم. انتوا مستنيينهم؟ احنا كلنا وانت معانا. والله العظيم. هو انت مش مستني؟ طيب ماشي. انت ايه؟ اعمل ايه؟ لسه اعرف بتاخد ايه؟ لسه اعرف بتاخد ايه؟ مش حاجه بتعمل كده ابدا. لا ايه افتح. افتح الباب؟ امال تفتح ايه؟ دلوقتي يعني؟ اروح. لا استنى. افتح. طيب ماشي. خشوا. يلا يا مجدي ما قدامناش اي وقت النهارده. يلا بسرعه. اهلا وسهلا حضرتك. انا الامير. لا هو مفيش انا ومفيش هم ومفيش احنا ومفيش وقت لاي حاجه خالص. سيبه. تعال بس كده. تعال كده وصلي على النبي. بس كده. سيبه خالص. حضرتك انا الامير. لا انا الامير حضرتك انت ايه؟ انت ايه؟ بص انا دلوقتي بتكلم اهو، فانت المفروض ترد عليا. انت ايه؟ انت بني ادم ولا انت ايه؟ قول لي. في حاجه غريبه دخلت ركنت هنا. قناه الجزيره وده المصور اللي هيصورنا. سيبه هيقع لوحده. يلا يا مجدي. يلا. حضرتك انا اللي خلاص انا هبدا على طول. نحن الان سادتي تحت احد اهم كباري القاهره. انت ايه؟ انت حاجه معروفه؟ اسمه يعني
ايه ده؟ يمكن هربان من محل لعب ولا ايه؟ قال لك ايه؟ ده مش عايز يرد عليا خالص. يمكن مش شايف. سيبه دلوقتي. يمكن. لف يا مجدي، لف يا بابا. انت يا ابن الصين هي اللي بعتك؟ انت صيني؟ انت ولا سيبه نصور بقى وخلاص. ده معناه جدع. ايه الجملة؟ انت هو اللي صيني؟ انا شفت العجب قدامي. معلش ماشي. يلا هيصورنا دلوقتي. مجدي لف الكاميرا لو سمحت. لف الكاميرا يا مجدي. يمكن ما اسموش مجدي. لو سمحت لف الكاميرا لو سمحت. ايوه الكاميرا مش وشك، لف الكاميرا. الكاميرا لو سمحت. ايوه يلا اتفضل. انزل احنا كده بنصور سر الارض يا جدعان. النومه دي حلوه قوي. قوم يالا من هنا يالا. قوم يالا هتشبه الارهابيين كلهم يالا. يا ابني ينفع اللي انت عامله في الرجاله ده؟ 8 شباب مع قعدنا كده. 8 تعدتنا غلط. تعال انت مريض يا بصي غصب عنه هنصور. يلا اتفضلي حضرتك. احنا فين؟ نحن الآن سادتي تحت أحد أهم كبار القاهرة، حيث توجد مشكلة كبيرة ألا وهي أطفال الشوارع. كيف دولة عظيمة مثل مصر أن تترك هؤلاء الأطفال وتهتم بالمتشردين في الشوارع؟ ونحاول الآن أن نجري حوارا مع أحدهم. اسمك إيه يا حبيبي؟ أبو زعبل. ده اسمك؟ زعبلة. اسمك إيه يا بابا؟ ابو سمسم. اسمك إيه يا أمور؟ ابو فتله. وده اسم عيل؟ مش طفل. الواد ده بقى لذيذ والله. هو في حاجة غلط. أكيد في حاجة غلط. طبعا في حاجة غلط. يعني حضرتك أطفال شوارع إيه؟ داخلة في وسط الوكر وتقولي لا خلاص أنا عرفت إحنا فين. نحن الآن سادتي في المسرحة، حيث جثث قتلة. مشرحة فعلا. والنبي يا عم المشرحة مش ناقصة قتلة. قوم يا عم، قوم يا عم صور انت يا عم اللي هناك. انت ايه؟ يمكن يفهمك كده. هتودينا فين تاني؟ هننزل تحت الارض عشان نفهم انت ايه؟ تعالى ابو معروف، تعالى يا ابني، تعالى مالكش دعوه بيهم، هم فاهمين شغلهم. تعالى. حاجه صعبه. معلش. اتفضلي. نحن الآن سادتي في المسرحة، حيث توجد العديد من جثث القتلى التي قتلتها أيدي النظام البارد، ونحاول دلوقتي إن احنا نجري حوار مع أحدهم. اسمك إيه لو سمحت؟ القتيل أبو سمسم. اسمك إيه لو سمحت؟ ايه ده؟ انت شايفاني؟ جرأة. الإحساس نعمة يا ابني. خليها الله. في الفرقة هنا. اسمك ايه لو سمحت؟ ولو ما كنتش قتيل هقتلك.
والله انا قتيل بس مش راضي اقول. قول لي النظام قتلك ازاي؟ لا مش هقول لك، مش عارف ليه مش حباك. في حاجه غلط برضه. في حاجه غلط، حضرتك داخله وكر ارهابيين هيفجروا نفسهم، شويه تقولي اطفال شوارع وشويه تقولي مقتولين في مشرحه. حضرتك كل ما بتختلق حواديت وحكايات الناس ما بتصدقكوش. احنا ارهابيين رايحين نفجر نفسنا في مصر كلها عشان الناس غصب عنهم يخافوا مننا فيحبونا، لو ما حبوناش هنقتلهم كلهم، نقتل 95 مليون عشان في النهايه نحكم نفسنا وبس. ودي كلها اهداف ساميه، وساميه عارفه وساكته، وانا عندي هدف نبيل، ونبيل اتقتل اول امبارح. عايز حاجه تاني؟ الحق يا امير، مجدي يبص لي في عيني. يا مجدي ما تبصليش في عيني، انا مش خايف منك. وانت يعني عشان كده ولا كده ايه ده قلنا لا. اتفضل. هو ليه ازاي ما سجلتش معايا؟ ما انا من الصبح عمال اقول لك ان انا الوحيد المسؤول عن الوكر ده كله، انا الوحيد اللي بدرب كل الارهابيين اللي مش بس في مصر، في كل حته في العالم العربي لغايه ما نفتته كله. عظيم جدا، انا لازم اسجل معاك دلوقتي. يلا اتفضلي. مجدي لو سمحت ممكن بس تهز شويه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ هز شويه. هز؟ ان شاء الله بكره بعد الصلاه باذن الله. قالت لك ايه؟ تقول لي هزه ده عارف، ده انا لو شلت هبطت في السقف هيفضل عامل كده. طب زق. يا ابني اصحى يا ابني المدرسه، اصحى عشان المدرسه، انت عندك امتحانات والله، ده اللي عامل فيك كل ده، انت عارف ربنا هيكرمك والله. انسى ايه؟ سيبه ابو معروف. طب انت بتسقي ولا انت جايب لك حسيت يمكن تطرح حاجه غريبه؟ ايه؟ عجيب ميه يا سيدي. سيبه في طينه. اتفضل. نحن الان سادتي مع احد الاستشهاديين الذين يحاول تفجير نفسه في القاهره، نحب نتعرف باسم حضرتك؟ انا اكيد مش هتقدر تقول اسمك، انت في منتهى الذكاء عشان ما حدش يعرفك. ممكن اعرف انت ليه عايز تفجر نفسك؟ بالنسبه لي طبعا مفيش اي كلام ممكن يتقال على اللي انت عايز تعمله، بس انت عايز توصل لهم فكره صح؟ بالظبط. واكيد الفكره دي وصلت لكل الناس، بس اهم سؤال دلوقتي انت عرفتوا قد ايه؟ احنا عددنا 95 مليون. 95 مليون واحد عايز يفجر نفسه، الشعب المصري كله عايز يفجر نفسه. كم انت عظيمه يا مصر، هو ده اللي مستنيينه منكم يا مصريين. كانت معكم شهيرة عمار. يلا يا مجدي. حد يقتلها الست دي. يلا يا مجدي. سيبلنا احنا مجدي بقى، سيبلنا احنا مجدي. تعالى، شفت وديت الواد بتاع، تعالى هنا، تعالى الواد بتاع الدليفري وديتوه فين؟ معاه. استنى استنى يا عم. بتعمل ايه؟ بشوش على الجزيره. يلا. ايه ده؟ بس انت ما تشغلش دماغك بالناس دي. ده انا ما رحتش جنينه الحيوانات قبل كده، ما اعرفش. لا ده انت ياما هتشوف طول ما انت معاها هتشوف. طيب. خلاص يا رجاله جاهزين؟ عايزين بقى ننجز يا عم الامير، واتكلمنا في الاجر بتاع العمليه دي. بصوا يا جماعه، الاجر والثواب عند الله. لا معلش بقى، بحبح ايدك معانا باي حاجه، مش هينفع. مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع. ماشي يا جماعه، الفلوس موجوده والراجل جايب الفلوس والشنطه دي مليانه فلوس. انت معاك قد ايه؟ معايا 2 مليون بلبل. ايه؟ قال حاجه فيها طائر. ايوه مش فاكر. 2 مليون بلبل؟ ايوه. دي عمله قطر البلبل؟ ايوه. 2 مليون بلبل دي 2 مليون دولار. طيب بص تعال ابو معروف احنا معانا مبلغ ضخم. ايوه تعالى، امال مين؟ روح قول لهم معانا مليون جنيه هتتوزع علينا كلنا. ها يلا. مليون جنيه، لان احنا اللي بنتعب واحنا اللي بنشقى واحنا اللي بنخطط واحنا اللي بنرسم الخرايط. هم بيعملوا ايه؟ كل واحد يعلق الحزام الناسف وبالكتير يدوس على الزرار ينفجر. قال يعني كده عمل حاجه يعني. عندك حق. عندك يلا ماشي. يلا بصوا يا رجاله. ايه ابو معروف؟ ايه؟ تعال طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. انا متهيألي مليون كتير قوي عليهم، يعني هيعملوا ايه بالفلوس دي؟ ها؟ روح قول لهم نص مليون واحنا المليون ونص، مش كده؟ ماشي. نوزعها علينا احنا كل واحد ايه 100,000 وانا الباقي يعني. يلا طيب اتكل على الله. بصوا يا رجاله. ايه؟ احنا هنعمل دلوقتي. ابو معروف تعال معلش. طب بعد اذنكم بس ثانيه. حاضر. قول لهم 100,000 جنيه بس. طب ما نقول لهم 50,000.
ما انا مش عايز اضغط عليهم يعني، اصل انا قلبي حنين يعني. خلاص يا امير عشان ماشي خاطر. يلا قول لهم 10,000 جنيه يلا. طيب بصوا يا رجاله. ايه ابو معروف. لا ما انا فهمت دماغكم خلاص تمام. بصوا يا رجاله. على الطلاق ما باصص. بصوا انتوا. انا شعري قصف من كتر ما بقت لوح كده. بصوا يا رجاله احنا هنعمل العمليه دي لوجه الله، واحتمال نلم من بعضينا كمان. لا يا حبوب، الكلام ده في برنامج صبايا الخير مش معانا. ايه ده يقلبوا عليكم ليه يا امير؟ يا جماعه يعني ما تقدروش تشيلوني؟ ده اول تعاون بيننا وبين بعضينا يا جماعه. انتوا لو ربنا كرم وفجرتوا نفسكم وتفكيركم عجبني هعوضها لكم العمليات الجايه ان شاء الله. يشيلك فوق كتافنا والله يا امير، بس ما فيش حد بيفجر نفسه بلوش. يعني يرضيكوا ادفع من جيبي؟ معلش يا امير، بحبح ايدك باي قرشين للورثه واحنا بعد كده نقلك ليك دي. ماشي عايزين كام؟ كرمش ايدك بس في 2000 جنيه كده لكل واحد، والمره الجايه يبقى لينا كلام. تاجي يا نايت تتكلم عن نفسك. 2000 جنيه على الطلب الثلاثه ما نفجر نفسنا اقل من 2500 جنيه. 2500 جنيه ماشي هدفع من جيبي بقى غصب عني، هتنزل تحت على المخزن. 10,000 جنيه تطلعهم لي على هنا. ها ماشي يلا اتكل على الله. يلا انت اللي هتروح مش انا مش فاهم والله. انا بس كنت قلقان عليكم، يعني انتوا هتاخدوا فلوس هتعملوا بيها ايه يا جماعه؟ ممكن تشربوا مخدرات ولا تشربوا سجاير، وده غلط عشان صحتكم قبل ما تموتوا يعني. انا بصراحه نفسي في شقه. انا نفسي في عربيه. وانا نفسي في فيلا. وانا نفسي غم عليا. الواد ده لسه لذيذ. دي جمله عاديه. انت جايب ايه يا عم؟ بقول لك 10,000 باكو لوحده. 10,000 دول داريهم. ها طيب. ال 10,000 كل واحد 2000 ونص. اهو رجاله هتروحوا مع ابو معروف دلوقتي، هتنزلوا على المخزن، هيلبس كل واحد فيكم الحزام الناسف، وبعد ما تنسفوا نفسكم اديهم الفلوس. ها حاضر. يلا يا اخوانا ورانا كده عشان نروح للمخزن. يلا بينا. يلا يا رجاله. سلام يا امير. حط لنا كله في تفجير. طابور كله في طابور. تعال كده، ولا واحد فيهم هيطول مليم. وحتى ابو معروف ده لو جه مش هياخد، او جه ابو معروف طبعا انا وانت وهو هنقسم الفلوس علينا. ها طبعا الشنطه دي لو اتفتحت وانا مش هنا مش هعمل يعني هخرب الدنيا. انا فاهم انت هتعمل ايه، انت مش فاهم. انا فاهم انت هتعمل بقول ايه. لكم ايه، الشنطه دي مش هتتفتح غير بكره الصبح. خلاص بكره الصبح الشنطه معايا، وروحوا انتوا بس اظهروا معاهم عشان ما يحسوش بحاجه. تمام يا امير. يلا اتكلوا على الله. يا 2 مليون دولار اخيرا، اكبر عمليه في حياتي. 2 مليون دولار بدل العمليات الصغيره، عمليه واحده كبيره اقضي بيها بقيه حياتي. يا حاجه. ايه يا امير؟ تعالى يا حاجه تعالى احنا بقينا مليونيرات. ايه؟ بقينا مليونيرات. معانا فلوس كتير. يا نهار اسود. انت وديت ايدك على الحرام. حرام مين؟ اقعدي يا حاجه هعمل لك مفاجاه جامده. بص الناحيه الثانيه اهو. بصي. ايه رايك في المفاجاه؟ مفاجأة ايه ده؟ حسيتي بحاجه؟ ما حسيتيش بحاجه. فلوس ايه دي؟ فلوس مين ولا ايه؟ فلوس هم اساسا كانوا مستنيين نقسمها. احنا مش هنقسمها، هاخدها انا وانتي وناخد الفلوس ونهج يا حاجه من هنا. نروح اي حته تانية غير الشقه دي. ايوه بالظبط، نروح اي حته في العالم. المهم انا عايزك ايه، تتفاجئي بالفلوس. بص الناحيه الثانيه وهتيجي في بص تاني هفرجك على الفلوس. ماشي. بص الناحيه الثانيه. ها ايه رايك؟ لا. بص الناحيه الثانيه. ها شفتي ايه؟ ما شفتش حاجه. طب بص الناحيه الثانيه. ايه ده؟ يا نهار اسود. طب لا ده حجر. ده حجر هشمه اللي هو بيبقى واجهات العمارات. ده المتر ب 200 جنيه. بالتركيب والمونه. ده بيترش بالميه، ده بيبقى زي الفل. ايه ده؟ الورق دي كمان. ده جواب من ابو عيشه للامير. شكرا لحسن تعاملكم معنا. يعني ايه؟ يعني انا اتنصب عليا؟ يعني ساعة عمري راح؟ وفي حد ياخد شنطه من غير ما يفتحها يا امير؟ ده فتح الشنط ده كان مسؤولية التفاس وابو دهشوم. ساعة عمري راح. لا يا امير ما تقتلش نفسك. انت مش غاسله المسدس يا وليه؟ ساعة عمري. لا يا امير ما تقتلش نفسك يا امير. ساعة عمري. ما تقتلش نفسك يا امير. الملاحة وحبيبتي ملوتهم